أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذاعة العزيزين، علم، ثقافة، وإبداع. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. نور على نور. نور على نور، حديث ديني صباحي يرشد إلى صالح السلوكات على ضوء سيرة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أردنا أن نتكلم عن الشخصيات، فأعظم شخصية خلقها الله عز وجل أعظم إنسان، أعظم الناس جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من؟ إنه بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرجل الذي خلقه الله عز وجل وصلى عليه، وصلت الملائكة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبدأ أولى حلقاتنا بالصلاة على هذا النبي، كيف لا نصلي عليه والله عز وجل يصلي عليه والملائكة تصلي عليه. ولد في عام الفيل، وعاش وترعرع، لم يسجد لصنم، لم يشرب خمرا، عفه الله عز وجل عن جميع المنكرات والمحرمات. وإن كانت البعثة لم تبدأ، كان يتعبد ربه في غار حراء حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي، فقام يبلغ دين ربه جل وعلا. أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يضرب، يخنق، يشتم، يعذب، ومع هذا لا يكل ولا يمل. يأتيه الملك يقول له دعني فلأطبق عليهم الأخشبين، جبلان يحيطان بمكة بأمر من ملك واحد، تمسح قريش ومن فيها. لكنه يقول لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، يضربونه، يشجون وجهه، يرمونه بالحجارة، يخنقونه، يرمون على ظهره سل الجزور، وهو يرفع يديه إلى السماء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة زوجته، تقول: صلى في الليل وكان يقوم الليل طويلا، قم الليل إلا قليلا. كيف كان يتعبد ربه؟ يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، هكذا كان قيام ليله. تقول عائشة: قام الليل فصلى فبكى حتى خضلت لحيته، حتى تبللت لحيته. تقول: فبكى حتى بل حجره. تقول: فبكى حتى بل الأرض تحته، دموعه تتساقط على الأرض. من الذي غفر الله له ذنبه؟ تقول: فسجد، غرفة عائشة صغيرة، تقول: فسجد، تسمعه عائشة، تقول: فإذا به يقول في سجوده: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فأوحى الله إلى جبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وأخبره أنا سنرضيك في أمتك، أنا سنرضيك في أمتك. كم كان يحب أمته، كم كان حريصا على أمته، ما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. كان يأتي إلى الصبيان الصغار، شوف عمره يمكن 60 سنة، قائد الأمة، أفضل نبي ورسول، يأتي إلى الصبيان فيسلم عليهم. يحمل الحسن والحسين يرقيان على ظهره فيطيل السجود، لا يريد أن يزعجهما. أي رحمة في قلبه تلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم من الأيام هذا النبي العظيم، النبي الذي جعله الله رحمة ليس فقط على أهل الإيمان بل على البشرية كلها. يقول أحد المستشرقين: قرأ سيرته، قرأ حياته، هو لم يؤمن، ولكن لما قرأ حياته وسيرته مستشرق، قال: لو كان محمد بيننا صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان يعيش بيننا، يقول لحل مشاكل الأرض مشارقها ومغاربها، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، كل مشاكل الأرض لحلها وهو يشرب فنجان قهوة. يعني هذا من حبيبنا نبينا. يأتيه الرجل من الصحابة يبكي، يقول له النبي: ما الذي يبكيك؟ يقول: يا رسول الله، كنت في البيت لوحدي ففكرت في الموت وعلمت أنه سيحول بيني وبينك. يقول: فبكيت. هذا حب صادق، هذا حب صادق. أحبب من شئت فإنك مفارقه. يقول: فبكيت. قال: أبشر، فإن المرأة
مع من أحب، يعني في الجنة يكون المرء مع من أحب. ومن يطع الله والرسول، علامة الحب الطاعة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كان صلى الله عليه وآله وسلم عابدا لربه، يأتيه بلال مؤذنه يقول: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني ليش كل هذا القيام والرجل تتشقق وطول القيام إلى الفجر؟ قال، فرد عليه النبي قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا الشكر بقيام الليل. كان يجوع صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أمته حتى يربط الحجر والحجرين على بطنه. كان حتى أنه لما أمره الله أن يخبر أمته أن عليكم 50 صلاة، فلا زال يكلم ربه ويراجع ربه مرة ومرتين وثلاث وعشر، حتى وصل 50 إلى 5 رحمة بهذه الأمة. حتى قال الله: لا يبدل القول لدي، هي 5 في العمل 50 في الميزان، كأنك صليت 50 صلاة. بعد هذا الحسنة ب10 أمثالها. بركة من؟ بشفاعة من؟ شفاعة حبيبك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. تأتيه امرأة بعد أن انقطع الوحي فحزن عليه الصلاة والسلام، حزن أن الوحي انقطع عنه، فجاءته امرأة خبيثة كافرة فاجرة تضحك على الرسول وهو مهموم أن جبريل انقطع عنه، تقول: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، يعني هجرك. فحزن، فأنزل الله من فوق 7 سماوات: والضحى قسم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما هجرك الرب وما تركك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الرب عز وجل ما تركه ولن يتركه، ولسوف يرضى بأبيه وأمي. يستهزئ عليه الكافر لما مات آخر أولاده الذكور، يستهزئ عليه: بتر محمد، يعني انقطع نسله. فيدافع الرب عنه: إنا أعطيناك الكوثر، لا تحزن يا محمد، لك نهر في الجنة، فصل لربك وانحر، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. كم أحبه الصحابة. لما مات خيم الحزن على المدينة وأظلم فيها كل شيء، حتى قال عمر: من زعم أن محمدا مات ضربته بالسيف. ما مات. لما قام أبو بكر يهدئ الناس ويقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بكى الصحابة وحزنوا. تقول فاطمة بعد أن دفن الزهراء رضي الله عنها، تقول: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله. أظلمت المدينة بعد موت أحب الخلق إلى الله جل وعلا. إنها الشخصية الأولى، وهي أعظم شخصية. في الحلقة القادمة نتكلم عن شخصية أيضا عظيمة في هذه الأمة، إنه صاحب النبي، صاحبه في الهجرة، زوج النبي ابنته. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي أنزل الله في آيات في القرآن؟ من هذا الرجل الذي أمر النبي الناس أن يصلي بهم قبل وفاته؟ مروه فليصلي بالناس. من هذه الشخصية ومن هذا الصحابي الجليل؟ هو موضوع حديثنا في الحلقة القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم. يا
حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمدنا الأكرم، لقدوم محمدنا الأكرم. أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه، أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه، بأمير علمه الله لم يرقى نبي مرقاه، أكرم من جاد ومن أنعم، أفصح من قال ومن علم، أصدق من كبر أو عظم، أصدق من كبر أو عظم. قطرات الندى. قطرات الندى، نافذة صباحية يومية مفتوحة على العالم، الكلمة الراقية، النغمة الهادفة، المعلومة المفيدة النافعة. قطرات الندى، قطرات الندى على أمواج إذاعة العزيزين الإلكترونية، على أمواج إذاعة العزيزين الإلكترونية. افتح الباب احنا العزيزين. إذاعة العزيزين، علم، ثقافة، وإبداع. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباحكم بساتين من الحب تثمر سعادة وإيمان. صباحكم من الجنة أيها الأحبة. تحية عطرة نزفها لكم مستمعينا مستمعاتنا في هذه الصبيحة المباركة، وندعوكم لمتابعتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة العزيزين الإلكترونية. في حوزتنا العديد من البرامج والفقرات المتنوعة. ابقوا معنا لنعود بعد هذا الفاصل. يفوت الوقت بدون اخبار، هكذا يتقضى العمر، هكذا يتقضى العمر. مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر.
ومرة ومرة مر، مرة ومرة مر. يفوت الوقت بدون اخبار، هكذا يتقدى العمر، هكذا يتقدى العمر. مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر. يفوت الوقت بدون اخبار، هكذا يتقدى العمر، هكذا يتقدى العمر. مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر. مهموم وانت صابر ومظلوم، مرة تدرك مهموم وانت صابر ومظلوم، مرة تدرك مهموم وانت صابر ومظلوم. ومرة كل بدر المتموم، ومرة كل بدر المتموم. الناس تلفت ليك انظر، مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر. يفوت الوقت بدون اخبار، هكذا يتقدى العمر، هكذا يتقدى العمر. مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر. تزهلك ومرة تتغير أحوالك، مرة الدنيا تزهلك ومرة تتغير أحوالك، مرة الدنيا تزهلك ومرة تتغير أحوالك. ومرة الغيم يظل مهالك، ومرة الغيم يظل مهالك. مثل اسمها من غير قمر، مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر. يفوت الوقت بدون اخبار، هكذا يتقدى العمر، هكذا يتقدى العمر. مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر، مرة حلو ومرة مر. إذاعة العزيزين، علم، ثقافة وإبداع. نجدد الترحاب بمن التحق بنا اللحظة. أنتم تستمعون إلى إذاعة العزيزين الإلكترونية. في حياتنا اليومية نعيش أجمل المشاعر الإنسانية وأنبلها وأصدقها. تجسيدها على أرض الواقع موجود، والعمل بها مطلوب لتحسين علاقاتنا ودا ورفقا بمن حولنا. هذا ما جسده الصحابة الكرام مع خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
أروع ما قيل في حب الرسول لقصيدة في مطلع قصيدة حسان بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حب الصحابة لرسول الله أروع حب، فالحب هو علي حين ينام بدلا من الرسول في فراشه، وهو يعلم أن القوم اجتمعوا لقتل الرسول وأنه قد يموت على نفس الفراش. الحب، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقلت له: اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر: فشرب الرسول حتى ارتويت. هكذا يجب أن يكون حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحب يتجسد بما ذكرناه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترى.
إذاعة العزيزين، علم، ثقافة وإبداع. قطرات الندى. مرحبا بكم مستمعينا، لازلتم في متابعة برامج العزيزين الإلكترونية، ونحن نعيش أجواء العطلة الربيعية. لعل الكثيرين منكم ممن يتابعوننا في هذه اللحظة في سياراتهم متوجهين إلى موقع سياحي أو طبيعي ما للترويح عن أنفسهم والتجوال رفقة عائلاتهم وأبنائهم. لكم أحبائي نتوجه بهذه النصائح التي انتقيناها لكم، ووطننا يعاني من تزايد عدد حوادث المرور القاتلة، حفظنا الله وإياكم منها. احذروا السرعة، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لا تنسوا وربط حزام الأمان، ففيه الأمان لكم. احذروا مفاجآت الطريق، لا تنشغلوا لغير الطريق. اجتنبوا التحدث في الهاتف أثناء السياقة. وفي الأخير نتمنى لكم طريق السلامة. هذا كلامي ليكم، سمعه يرضى ليكم، ليك انتينا بنتي وحتى انت يا ابني. الطريق ما هي لعبة تقطعها في اي لحظة، الطريق مسؤولية واجب عليك وعليا. هذا كلامي ليكم، سمعه يرضى ليكم، ليك انتينا بنتي وحتى انت يا ابني. الطريق ما هي لعبة تقطعها في أي لحظة، الطريق مسؤولية واجب عليك وعليا. هذا كلامي ليكم، سمعه يرضى ليكم، ليك انتينا بنتي وحتى انت يا ابني. الطريق ما هي لعبة تقطعها في أي لحظة، الطريق مسؤولية واجب عليك وعليا. عندي قانون واضح سهل ماشي قصة، ما تصعب ما تجري في طريقك يا ابني. من اللي تحب تقطع شوف شمال واليمين، واللي تخلف عليك بما مر الرجلين. عندي قانون واضح سهل ماشي قصة، ما تصعب ما تجري في طريقك يا ابني. من اللي تحب تقطع شوف شمال واليمين، واللي تخلف عليك بما مر الرجلين. الطريق الطريق الطريقي، الطريق الطريق الطريقي، الطريق الطريق الطريقي، الطريق مسؤولية. هذا كلامي ليكم، سمعه يرضى ليكم، ليك انتينا بنتي وحتى انت يا ابني. الطريق ما هي لعبة تقطعها في أي لحظة، الطريق مسؤولية واجب عليك وعليا. الضو خطرات الحق السيارة تدوزو، وانتوما يا ولادي عليكم توقفوا وتصبروا. ملي شعل حمر خلفوا الأشراط لا تخرجوا، وانت يا السائق تمهل ياللي سربوا ماتوا. هذا كلامي ليكم، سمعه يرضى ليكم، ليك انتينا بنتي وحتى انت يا ابني. الطريق ما هي لعبة تقطعها في أي لحظة، الطريق مسؤولية واجب عليك وعليا. عندي قانون واضح سهل ماشي قاصح، ما تلعب ما تجري في طريقك يا ابني. من اللي تحب تقطع شوف شمال واليمين، من اللي تخلف عليك بما مر الرجلين. عندي قانون واضح سهل ماشي قاصح، ما تلعب ما تجري في طريقك يا ابني. من اللي تحب تقطع شوف شمال واليمين، من اللي تخلف عليك بما مر الرجلين. الطريق الطريق الطريقي، الطريق الطريق الطريقي، الطريق الطريق الطريقي، الطريق مسؤولية. هذا كلامي ليكم، سمعه يرضى ليكم، ليك انتينا بنتي وحتى انت يا ابني. الطريق ما هي لعبة تقطعها في أي لحظة، الطريق مسؤولية واجب عليك وعليا.
إذاعة العزيزين، علم، ثقافة، وإبداع. قطرات الندى. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم في هذه الفترة الصباحية المنوعة بتنوع فقراتها، وفقرتنا الموالية تهتم بصحتك عزيزي المستمع عبر مجموعة إرشادات صحية تستطيع أن تقيك من العديد من الأمراض، فالوقاية خير من العلاج. الكثير من الأمراض مستمعين الأفاضل تنتقل بفعل العادات غير الصحيحة، مما يعرضنا لأمراض عدة، ولتجنب كل هذا لنا مجموعة إرشادات نقترحها عليكم. المشي يوميا لمدة نصف ساعة يقلل من إمكانية الإصابة بالسرطان، ويساعد على تنحيف الجسم ويحافظ على قوامه. لا داعي للعجلة والسرعة، لابد من أخذ الوقت عند القيام بالأعمال اليومية لتفادي التعرض لارتفاع ضغط الدم. الحرص على تناول الخضار والفواكه يوميا للتقليل من الإصابة بالنوبات القلبية. غسل الأسنان قبل وبعد الأكل مهم جدا من أجل المحافظة عليها من خطر التسوس. شرب الشاي الأخضر على الأقل كوب يوميا، الذي يمنع من تأكسد خلايا الجسم. كانت هذه إرشادات اخترناها لكم، نتمنى أن تفيدكم. ابقوا في متابعتنا على العزيزين الإلكترونية. دائما هو بدن مكتوب عليهم قلة الراحة، شبه السفينة بلا قبطان يلعب بها الموج، يلعب بها الموج سباها. جس الطبيب لي أنا بهضي، فقلت له يا سيدي، فقلت له جس الطبيب لي أنا بهضي، فقلت له يا سيدي، فقلت له إن التألم في كبدي، فاترك يدي يا سيدي، فاترك يدي. جس الطبيب لي أنا بهضي، فقلت له يا سيدي، فقلت له إن التألم في كبدي، فاترك يدي يا سيدي، فاترك يدي. أهل الهوى دائما وبدا مكتوب عليهم قلة الراحة. أهل الهوى دائما وبدا أبدا 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 مكتوب عليهم قلة الراحة، شبه السفينة بلا قبطان يلعب بها الموج سباها. جس الطبيب لي أنا بهضي، فقلت له يا سيدي، فقلت له إن التألم في كبدي، فاترك يدي يا سيدي، فاترك يدي. نعم سيدي رعاك الله، ويا مداوي حماك الله. نعم سيدي رعاك الله، ويا مداوي حماك الله. إن التألم
تألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي. جس الطبيب لي نبضي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي. جس الطبيب لي نبضي فقلت له يا سيدي فقلت له جس الطبيب لي نبضي فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي. إذاعة العزيزين، علم، ثقافة، وإبداع. قطرات الندى. نرحب بكم مجددا مستمعين لمن التحق بنا اللحظة. أنتم تستمعون إلى إذاعة العزيزين الإلكترونية، والآن فقرتنا الموالية راح تكون عبارة عن إرشادات فلاحية. تعتبر الزراعة العنصر الأساسي الذي يمد الإنسان بالمواد الغذائية وتوفير إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية التي يستفيد منها الإنسان، فهي إحدى الحرف العالمية واسعة الانتشار الجغرافي. موضوعنا لنهار اليوم راح يكون في فقرة إرشادات فلاحية، راح يكون على تقليم الأشجار. إذن عزيزي المستمع والفلاح، إليك هذه الخطوات المهمة لتقليم أشجارك. أولا، لا تشرع في تقليم الأشجار مباشرة دون تحديد الأماكن والأجزاء التي ترغب في إزالتها. حدد الأفرع الرئيسية للشجرة والتي تكون هيكلها وشكلها الرئيسي. ابدأ بإزالة الأفرع الضعيفة والفاسدة. يمكنك أيضا إزالة الأفرع التي تشكل عوائق أو خطر عليك. كن حذرا عند اختيار الأفرع التي تسعى لتقليمها، لأن كل فرع تقوم بإزالته يضاعف مقاومة الشجرة للأمراض والفطريات المختلفة، ويجعلها عرضة للإصابة بالحشرات ومن ثم الذبول والموت. اختر مواعيد تقليم الأشجار بعناية، وأفضل موعد لتقليم الأشجار هو نهايات الخريف وبداية الشتاء، لأن برودة الجو تمنع تلوث أماكن الفروع التي تم إزالتها. احرص على تعقيم أدواتك جيدا بعد تقليم كل شجرة وقبل الانتقال لأخرى حتى لو كانت سليمة. كانت هذه إرشاداتنا لإخواننا الفلاحين، تمنياتنا لكم بتوفيق.